أهلا بيكم في شرحنا الجديد. النهاردة إحنا مش هنتكلم عن قصة عادية، إحنا هندخل مع بعض عالم ساحر. بس خلينا أقول لكم إنه مرعب جدا في نفس الوقت. عالم رواية أرض زيكولا. الرواية دي حرفياً قلبت موازين الخيال في الأدب العربي. ركزوا معايا كويس جدا عشان إحنا هنعيش تفاصيل القصة دي خطوة بخطوة، من أول لحظة دخول السرداب لحد أصعب تضحية ممكن تتخيلوها. يلا بينا. تخيلوا معايا كده مجتمع كامل مفهوش ولا جنيه ولا دولار ولا حتى ربع قرش. مجتمع بتدفعوا فيه تمن كل حاجة من خلايا مخكم. أيوة زي ما سمعتوا كده. طب إيه اللي ممكن يحصل لو كان تمن الغلطة أو حتى التسرع هو ذكائكم، وفي النهاية حياتكم نفسها؟ دي فكرة تخلينا كلنا نفكر 1000 مرة قبل ما ننطق كلمة واحدة ملهاش لازمة. عشان نستوعب كمية الرعب في النظام الاقتصادي بتاع زيكولا، لازم نفهم إن وحدات الذكاء هي العملة الوحيدة هناك. مفيش فلوس، كل إنسان بيتولد بألف وحدة. بتشتغلوا وبتنتجوا، رصيدكم من الذكاء بيزيد. بتستهلكوا بزيادة أو بتقولوا كلام فارغ ملوش أي معنى، رصيدكم بينقص. الكارثة الكبرى بقى إن لو رصيدكم ده نزل للصفر، بتموتوا فوراً وتتحولوا لتمثال من الملح. يعني الفقر هنا مش معناه إنكم تجوعوا، الفقر هنا معناه الموت المباشر. والنقطة الجوهرية اللي لازم نركز عليها هنا هي يوم زيكولا. بصوا، ده مش مجرد احتفال شعبي عادي بيخرجوا فيه يغنوا، لأ، ده اليوم اللي بيتم فيه اختيار أفقر شخص في المدينة من حيث وحدات الذكاء، وبيتذبح علناً قدام الجماهير. والمفاجأة إن الجماهير دي بتبقى فرحانة ومبتهجة جداً. طقس مرعب بيحطنا قدام حقيقة التحدي اللي بطلنا هيواجهه، مسألة حياة أو موت حرفية ما فيهاش هزار. طيب مين بقى البطل اللي حظه العاسر رماه في المكان المرعب ده؟ خلينا نعمل مقارنة سريعة لحياته. في مصر خالد مجرد شاب عادي جدا من قرية اسمها البهو فريك في الدقهلية، خريج كلية تجارة وبيشتغل شيال أدوية. يعني شاب حاسس بالفشل والإحباط المادي زي شباب كتير. لكن خالد في زيكولا ده شخص تاني خالص، شخص بيصارع بكل نقطة في عقله وكل ذرة من قوته عشان بس يفضل عايش وسط نظام لا بيرحم ولا بيعرف شفقة. لو رجعنا بالزمن وبصينا على بداية رحلة خالد، هنلاقي إن الشرارة كانت لما أبو حبيبته منى رفضوا للمرة الثامنة. متخيلين الإحباط؟ من كتر اليأس وفي ليلة أمرها بدر كامل، قرر خالد ياخد خطوة مجنونة. مسك كتاب قديم كده من 10 صفحات بس، ودخل مكان أسطوري تحت الأرض اسمه سرداب فورك. جده كان حكاله قبل كده إن أهله اختفوا في السرداب ده من 27 سنة، ومن السرداب ده فجأة لقى نفسه في أرض غريبة وصحراء عمره ما شافها. أهلا بيه وبيكم في أرض زيكولا. طبعاً في العالم القاسي ده مستحيل حد يقدر ينجو بطولة، وهنا بيظهروا رفقاء النجاة الأساسيين في رحلة بطلنا. أول واحد هو يامن، وده الصديق الجدع جداً والمخلص من الطبقة البسيطة، اللي بيكافح كل يوم عشان رصيده ما يوصلش للصفر، وهو اللي ساعد خالد يفهم القوانين المرعبة دي وتفاصيلها. الشخصية التانية بقى هي أسيل، طبيبة زكولة الجميلة جداً اللي عيونها ضيقة، وهي أسيرة سابقة اتعلمت الطب، واللي مش بس هتوفر لخالد شغل، دي كمان هتديله عاطفة وحب هيغيروا مسار القصة كلها زي ما هنشوف. وسط كل اليأس ده بيظهر الأمل الوحيد، سر كتاب العودة. خالد اكتشف إن والده كان موجود في زيكولا زمان واشترى كتاب عن السرداب ده. الكتاب ده حرفياً هو تذكرة النجاة الوحيدة لخالد، الأمل الوحيد عشان يعرف طريق الرجوع لمصر. بس المشكلة الكبرى فين؟ إن باب السرداب أو بوابة زيكولا ما بتتفتحش غير يوم واحد بس في السنة كلها، فكان لازم خالد يسابق الزمن ويحفر في الصخر عشان يلاقي الكتاب ده في أسرع وقت ممكن. 500، الرقم الصادم ده هو 8، 500 وحدة ذكاء بالتمام والكمال. خالد لقى أخوه غير الشقيق هلال في زيكولا، وده شخص قاسي لأبعد الحدود، لدرجة إنه قتل أبوه عشان يورث الكتاب ده. خالد اضطر يشتري الكتاب بكل ما يملك حرفياً، دفع 500 وحدة كاملين. الصفقة دي بقى خلته فقير جداً، ضعيف بدنياً وعقلياً بشكل خطير جداً، وبقى واقف على حافة الموت في مجتمع زي ما اتفقنا ما بيرحمش الإغبياء أبداً. وده بياخدنا للغز العبقري اللي كان جوه الكتاب. الموضوع بيمشي في خطوات واضحة. الكتاب بيقول: من يريد العودة فليكن كالشمس وينحت في الصخر فيجد باب السرداب أمام الرأس مباشرة. بعد تفكير طويل وعميق، خالد ويامن فهموا أن كلمة الرأس مقصود بيها رأس المثلث، لأن مدينة زيكولا أصلاً مبنية على شكل مثلث. حطوا خطة شبه مستحيلة وبدأوا يحفروا النفق تحت السور الغربي عشان يوصلوا للباب. وهنا الأمل بدأ يكبر وينور من تاني.
بس زي ما احنا عارفين دايما الرياح بتيجي بما ما تشتهي السفن. فجأة بيحصل تغيير كارثي، البوابة هتتفتح بدري 6 شهور بحالهم. ليه؟ لأن زوجة الحاكم ولدت مبكرا في الشهر السابع، وده حسب قوانينهم خلى البوابة تتفتح قبل ميعادها. الحدث المفاجئ ده قلب كل الموازين فوق تحت. خالد اللي لسه مفلس ودافع كل ذكائه في الكتاب اتفاجئ إن يوم زيكولا اتقدم وهو مفلس تماما ومش مستعد للهروب بأي شكل. السؤال المرعب هنا بيرن زي جرس الإنذار، يا ترى مين اللي هيتم اختياره للذبح في يوم زيكولا السنوي؟ للأسف الشديد الإجابة كانت خالد. بسبب رصيده اللي بقى شبه منعدم من وحدات الذكاء بعد ما اشترى الكتاب، اتقبض عليه واترمى في السجن، وبقى رسمياً واحد من ال3 المرشحين للموت في الاحتفال السنوي الشعبي. تخيلوا معايا كده كمية الرعب واليأس اللي كان عايشهم في اللحظة دي وهو قاعد في الزنزانة مستني مصيره. وهنا بقى بنوصل لذروة المأساة العاطفية في القصة، الخيار المستحيل للدكتورة أسيل. أسيل بحكم وظيفتها ومكانتها كطبيبة في زيكولا هي المكلفة تفحص الفقراء المرشحين للذبح وتتأكد من حالتهم. الموقف ده كان قاسي جدا عليها فوق ما تتخيلوا، إنها مضطرة بحكم القانون تختار الراجل اللي حبته بجنون عشان يتعدم وتتأكد وتوقع رسميا على فقره. صراع نفسي رهيب وموجع بين واجبها المهني وبين قلبها اللي بيتقطع. الاقتباس ده بيلخص أعمق وأصدق مشاعر الرواية. يقولون الحب أعمى، وهو يقول أصابني العمى حين أحببت. في آخر زيارة لخالد في السجن، أسيل عملت تضحية خيالية محدش ممكن يتوقعها. عن طريق قبلة طويلة جدا نقلت معظم وحدات ذكائها لخالد في السر، ادته حياتها حرفيا عشان هو يقدر يعيش ويهرب من الموت المحتوم. مشهد مليان شجن وتضحية بيخلينا فعلا نقف احتراما للشخصية العظيمة دي. دلوقتي اللي مثير للاهتمام بجد والموجع في نفس الوقت هو إن أسيل بتتحول في نظر القانون لخائنة. سابت لخالد رسالة حب مؤثرة جدا وهربت لبلدها الأصلي اللي اسمها بيجانا. أسيل ضحت بمكانتها المرموقة وبشغلها كطبيبة وبذكائها وبحياتها المستقرة الآمنة في زيكولا، كل ده عشان بس تنقذ خالد. تضحية بتأكد لنا إن الحب الحقيقي ممكن يكسر ويتحدى أي قوانين، حتى لو كانت قوانين زيكولا المرعبة. وبندخل على الهروب الأخير، وهنا الأحداث بقت سريعة ومجنونة جدا. سباق قاتل مع الزمن، مساعدة مصيرية من صديقه المخلص يامن اللي أنقذه في آخر لحظة ممكنة، لحد ما خالد قدر يلحق النفق ويوصل لباب السرداب ثواني قبل ما يتقفل للأبد. دي كانت لحظات تحبس الأنفاس فعلا، كل ثانية فيها كانت بتفصل بين النجاة والرجوع للحياة أو الضياع الأبدي في زيكولا. خلينا نتنقل للنقطة اللي بعدها ونشوف إزاي ده بيبني نهاية القصة، العودة الجسدية مقابل الارتباط العاطفي. خالد الحمد لله رجع مصر بالسلامة، وسمع صوت الأذان واطمن إنه أخيراً في بلده، واتجوز حب حياته الأول منى. بس في ليلة الدخلة بيبص للسما وبيشوف النجم اللي سماه على اسم أسيل وهو في زيكولا. في اللحظة دي أدرك حقيقة موجعة، إنه رغم رجوعه بجسمه جزء كبير جداً من قلبه وروحه هيفضل محبوس هناك في أرض زيكولا للأبد. وفي النهاية بنختم شرحنا بالسؤال الوجودي العميق اللي الرواية بتسيبه لنا نفكر فيه: كم تبلغ قيمتنا لو كنا مجرد نقاط في عقولنا؟ الرواية دي مش مجرد قصة فانتازيا خيالية، دي عاملة زي المراية اللي بتعكس عالمنا الحالي، العالم اللي أحياناً بيقيم الناس بأرقام وإنجازات وإنتاجية مادية قاسية. فكروا في السؤال ده كويس. بشكركم جداً إنكم شاركتونا الرحلة دي في أرض زيكولا من خلال شرحنا، وأتمنى تكونوا استمتعتم بيها وعشتوا تفاصيلها. أشوفكم على خير في شرح جديد وممتع.